الرائد. الرائد تغلب على نجران ب3 أهداف مقابل هدفين. نتابع ثم نعود. نستطيع القول بأن هذه المباراة هي المباراة الأقوى ضمن منافسات دوري زين السعودي للمحترفين من حيث المستوى الفني والحصيلة التهديفية بعد مباراة نادي الاتفاق ونادي الأهلي الماضية. حل فريق نادي نجران ضيفا ثقيلا على فريق نادي الرائد، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز الرياضية في مدينة بريدة. السمة الأبرز التي طغت على مجريات المباراة هي تقارب المستوى الفني، وكلا الفريقين يطمح في حصد النقاط الثلاث من الآخر، وخاصة فريق نادي نجران لتعويض الخسارة الماضية أمام فريق نادي النصر في مستهل دوري زين السعودي للمحترفين 2010-2011. في الدقيقة 30 من الشوط الأول هدد اللاعب موسى الشمري شباك الضيف النجراني، ولكن الكرة عكس ما كان يتمناه الجمهور الرائدي. وبعد 8 دقائق من رأسية اللاعب موسى الشمري كان هناك ردا قاسيا من اللاعب جوليا نوفيز ليعلن بهذه الكرة الهدف الأول لفريق نادي نجران. لم تمضي الفرحة النجرانية سوى دقيقتان ليعود اللاعب موسى الشمري لتقليص الفارق وإحراز الهدف الأول لفريق نادي الرائد. بعدها ب4 دقائق أبى اللاعب موسى الشمري أن ينتهي هذا الشوط قبل أن يعزز النتيجة. تحقق ما كان يتمناه وأحرز الهدف الثاني بعد جملة كروية جميلة، ليعلن بعدها الحكم الدولي السيد عبد الرحمن القحطاني نهاية الشوط الأول. الفصل الثاني من مجريات المباراة لم يتغير كثيرا، وخاصة لفريق نادي الرائد. الحصيلة التهديفية في الشوط الثاني من المباراة هي هدفين، بدأها اللاعب عبدو حكمي في الدقيقة 48 ليعود فريق نجران لتسجيل الهدف الثاني عن طريق المحترف الأنغولي إيفيا ديبا بغية تضييق الفارق وأملا في تسجيل التعادل.